السلام عليكم، معكم فاتن سعيد. ما هي ظاهرة بوجلود؟ بوجلود أو بابا عاشور هي عادة تقليدية كي يعرفها بزاف ديال المدن المغربية، خصوصا بعد عيد الأضحى مباشرة. كي يكونوا مجموعة من الشباب كي يلبسوا جلود الخرفان وكي يخرجوا يدوروا في الأزقة، كي يديروا عروض كي يغنيوا وكي يطلبوا الفلوس أو الهدايا. هي عادة شعبية كتعتبر جزء من الثقافة والفلكلور المغربي. ولكن فين كاين المشكل؟ الأضرار. رغم أنها عادة قديمة وكتعكس التراث، ولكن ولات كتشكل خطر في بعض المناطق. وعاد الترهيب والتخويف، كاين اللي كيدخل الرعب في قلوب الأطفال وحتى النساء، حيث كيبداو يجريوا وراهم ويتصرفوا بطريقة عنيفة. اثنين، العنف. بعض الشباب كيستغلوا المناسبة وكيبداو يتصرفوا بوحشية، كيدفعوا الناس كيديروا مشاكل وكيتعداو على الممتلكات. ثلاث، التسول بالعنف. بعض بوجلود كيتحول لطريقة باش يجمعوا الفلوس من الناس بالغصب والتهديد، وهنا كتولي ظاهرة سلبية وخطيرة. أربعة، تشويه الثقافة. الهدف الأساسي من بوجلود كان هو الفرحة والمشاركة، ولكن الطريقة اللي ولات كتدار بها دبشوهات الفكرة الأصلية. خمسة، انعدام التنظيم. ما كاينش مراقبة ولا تنظيم من السلطات وكتولي الفوضى في الأحياء. شنو خاصنا نديرو؟ تأطير الظاهرة. خاص الجمعيات الثقافية تنظم عروض محترمة ومراقبة. توعية الشباب. خاص نعلموهم إن الفلكلور ماشي هو العنف. دور الأمن، يكون تدخل في الحالات اللي كتخرج عن السيطرة. بدائل ثقافية، يمكن تنظيم مهرجانات فيها رقص وفن بدون تخويف أو فوضى.